معانا النهارده موبايل من شركة شاومي، الموبايل ده بيقدم تجربة مثالية في الفئة المتوسطة، بيبدأ من أول التصميم الشيك اللي بيتكون من الزجاج والفريم المعدني، يعني أنت هتاخد توليفة من الملمس الساقع اللي تحس إن أنت ماسك فعلًا موبايل بريميوم. ويا جماعة والله العظيم صدقوني الشكل بتاع الموبايل لما تحس إن هو فعلًا الموبايل التفاصيل بتاعته في إيدك حلوة، بتحس فعلًا إن أنت الموبايل ده فعلًا أنت دفعت فيه فلوس يستحق الفلوس بتاعته حتى لو رخيص أو حتى لو غالي. لو هو رخيص والملمس بتاعه والماسكة بتاعته حلوة وكمان هو شكله بريميوم، بتحس إن هو فعلًا أغلى من السعر المفروض إن أنت تجيبه منه. وهكذا برضه ممكن تجيب موبايل مثلًا يكون سعره عالي أوي ولكن يكون التصميم بتاعه والملمس بتاعه مش أفضل حاجة، فيخلّيك اللي أنت تحس إن هو ده رديء حتى لو هو إمكانياته قوية، فالتفاصيل دي بتفرق كتير أوي. والموبايل هنا كمان هو وزنه 205 جرام أو 210، بيلعب في الرينج ده، فهو يعتبر لغاية دلوقتي برضه خفيف. بيدعم الIR بلاستر وكمان الNFC، وطبعًا أنت عندك هنا منفذين نانو سيم. وطبعًا من الحاجات الحلوة اللي إحنا عارفينها ومتعودينها من شركة شاومي إن هنا العلبة بتبقى كاملة متكاملة. عندك هنا الجراب اللي هو الشيك وهو مش السيليكون، هو هنا كمان مش شفاف، بيجي باللون البنفسجي أو ما أعرفش اللون ده بيبقى عامل إزاي، ومحفور عليه كمان لوجو شاومي هو أوردني، فالشكل بتاعه الصراحة جميل جدًا. وعندك كمان سلك الشاحن، وعندك هنا الشاحن بتاع العلبة اللي موجود وهو ال90 واط، وده بيبقى أعلى من كل الموبايلات الفلاج شيب يعتبر. أنت عندك هنا شاحن سريع جدًا ومع بطارية خارقة حرفيًا، من أكبر البطاريات اللي موجودة في الفئة المتوسطة. وكمان هنا التفاصيل بتاعة الضهر مش بتسكت على إن الموبايل الفريم بتاعه من المعدن والضهر بتاعه من الزجاج، لأ ده كمان في أصلًا textures موجودة على الضهر الموبايل، وبالذات كمان اللون الأبيض بيبان عليه الtextures دي. هو الصراحة شكله حلو، وهو مش فكرة إن هو ملمس فلات بس وخلاص، لأ ده كمان هنا إن الحلو إن أنت لمّا بتيجي تبُص على الكاميرات دي ممكن تقول إن هي البروز بتاعها كبيرة، لكن هو فعليًا ده من أرفع البروز اللي موجود في الفئة المتوسطة لغاية دلوقتي. بروز الكاميرات هنا رفيّع جدًا، جدًا، جدًا. درجة الاستقرار دي يعتبر إن الموبايل لمّا تيجي تحطه على الترابيزة هو يعتبر مستقر في مكانه، مش هيقعد يتحرك منك يمين ولا شمال. الموبايل كمان مقاوم للمَيّة بالIP68، بيقدر يوصل لغاية متر تحت المَيّة أو متر ونُص لمدة 30 دقيقة. الموبايل كمان هنا سمكه 7.9 مللي، فيعتبر برضه السمك بتاعه خفيف. ودي من الحاجات بقى الغريبة والمريبة اللي أنت تلاقي موبايل سمكه رفيّع زي كده ومحطوط فيه بطارية عملاقة زي اللي موجودة دلوقتي، وهي ال7000 ملي أمبير مع سرعة شحن 90 واط. طبعًا دي توليفة أو ده كومبو عظيم جدًا إن أنت تقدر إن أنت تعيش بيه. حرفيًا أنت مع الموبايل ده هتنسى يعني إيه حاجة اللي أنت تشحن بيها الموبايل، لأن الموبايل هيقعد معاك اليومين مستريح جدًا عادي. ولمّا تيجي تحب إن أنت تشحنه، الموبايل ده يقدر إن هو يقعد معاك من 0 ل100% يعتبر في ساعة تقريبًا، فأنت يعتبر مش هتبقى محتاج إن أنت تشحنه في أوقات كتير. فده كومبو لغاية دلوقتي ممتاز جدًا، لغاية دلوقتي حلو أوي. وحتة ال90 واط كمان أصلًا والبطارية دي مش موجودة في الفئة المتوسطة، وفي الفلاج شيب ما فيش حاجة اسمها 90 واط أصلًا تقريبًا لغاية دلوقتي. تعالَ بقى نسيبنا من الديزاين ونتكلم بقى عن الشاشة اللي موجودة عندنا هنا. بس قبل ما نتكلم على حوار الشاشة، أنت شكلك نسيت إن أنت تروح تعمل لايك. اعمل لايك كده واشترك في القناة وفعل زر الجرس لو أنت ما عملتوش، عشان في فيديوهات تانية كتير إن شاء الله جاية. ويالّا بينا نكمل. الشاشة هنا 6.77 من 100 بوصة AMOLED 2392 في 1080 بكسل. شُفت البكسلات هنا بتوصل ل388 بكسل لكل بوصة. Full HD بلس 120 هرتز. كمان النيتس هنا بتوصل لغاية 3200 نيتس. طبعًا هو رقم ممتاز ورقم جميل، ولكن لو أنت كمان قللت في السعر بتاع الموبايل اللي هو بالمناسبة السعر بتاعه ممتاز جدًا هاقول لك عليه في آخر الفيديو، لكن لو أنت قللت من السعر بتاعه ممكن تلاقي أصلًا كمان موبايلات بال5000 هيتس أصلًا. ولكن عامةً أنا دي مش فارقة معايا أوي، هُم الاتنين بيلعبوا في رينج حلو أوي. باقة الحماية اللي موجودة على الشاشة هي جاية من شاومي، وهي اسمها الشاومي دايناميك كريستال جلاس. مش هاقولها تاني. كمان هنا بصمة الموبايل هي موجودة داخل الشاشة سريعة، هي جيدة جدًا مش أسرع حاجة ولكن في أسرع منها، بس هي جيدة جدًا ودقيقة. كمان الشاشة هنا بتيجي لك بالquad curve، يعني هي عندها كيرفات من كل النواحي. الكيرفات بتاعتها مش حاجة قوية أوي، لأ هي كيرفات علشان تديك إيحاء بإن الشاشة عبارة عن 3D حاجة زي كده يعني. وطبعًا حوار الكيرفات ده بقى موجود في موبايلات الفلاج شيب، فده بالنسبة لي هو حلو أوي اللي أنت تلاقيه بقى موجود في الموبايلات اللي موجودة في الفئة المتوسطة، والسعر بتاعه كمان ممكن نقول عليه في الفئة المتوسطة القليلة سنًا، لأن السعر بتاعه الصراحة ممتاز جدًا على المكونات اللي فيه. وبالنسبة للمكونات فتعالَ نتكلم عن عقل المدبر بتاع الموبايل وهو المعالج. المعالج اللي هنا هو السناب دراجون 6 جين 4، وده تقريبًا من أول الموبايلات اللي يكون فيه المعالج الجديد من نوعه من سناب دراجون. بييجي كمان من ال4 نانومتر. تردد الأنوية هنا بييجي من نوع الكورتكس A78 حاجة حديثة. ده غير كمان ان الGPU هنا هو أدرين 710 حاجة قديمة شوية بس كويس. الموبايل ده هو قوي جدًا ويقدر يشغل لك حاجات على 60 فريم، ولكن علشان هو لسه جديد زي ما أنا ما قُلت لك من شوية، وكان قصدي إن أنا أقول لك إن هو لسه جديد حرفيًا بكيسه كده، فده معناته إن أنت هتلاقي بعض الألعاب لسه ما طوّرتش اللعبة على المعالج، فبالتالي ممكن تلاقي حاجات شغالة على 40 فريم زي PUBG موبايل للأسف لغاية دلوقتي لسه ما طوّروش عليها، شغالة على أقل إعدادات وأعلى إعدادات 40 فريم ولكن مستقرين جدًا. ممكن تلاقي ال40 فريم هنا مختلفة عن أي 40 فريم تانيين. طبعًا أنا ما عنديش أي مشكلة إن أنا آجي أقول لك إن الموبايل ده sponsor، لكن هو مش sponsor عشان تبقى بس ما تجيش تقول لي هو أنت اشمعنى قاعد بتقول دي غير ودي مش غير. لأ عادي جدًا، أنت ممكن تروح تجيبه لو عجبك وممكن ما تجيبوش، ولكن أنا باقول لك يعني اللي أنا شايفه من الاستقرار بسبب كمان السوفت وير بتاع الشاومي. لو أنت ناسي يا عزيزي المشاهد إن ده HyperOS 2
هدوء، طبعًا بيبقى مستقر جدًا وده بيفرق كمان في عملية الاستخدام اليومي. ولكن عامةً الموبايل المعالج بتاعه يقدر يشغّل لك أي لعبة تانية مثلًا زي GTA San Andreas، Asphalt 9 وغيرهم من الألعاب كمان الشوتر لو أنت عايز تلعب حاجات هتلاقيها جاية لك ب60 فريم مستريح، ولكن عشان بس حوار التطوير اللعبة لسه ما اتطورش على المعالج ده، دي بس نقطة اللي أنت لازم تفهمها. وطبعًا أنت عندك هنا أندرويد 15 وعندك كل المميزات اللي هتيجي. نسخ الموبايل بييجي لك 128 أو 256 جيجا وعندك 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام، والذاكرة الداخلية هنا من نوع UFS 2.2 وهنا عندك كمان النوع الرامات بتيجي من LDDR4X. تعالَ برضه نتكلم عن الكاميرات الموبايل اللي الصراحة هنا يعني عظيمة الصراحة برضه، من الكاميرات القوية جدًا اللي موجودة. أول حاجة عندك الكاميرا السيلفي للأسف هي 8 ميجا بكسل، الرقم قليل شوية ولكن بتديك برضه تجربة ممتازة. هي غريبة إن هي تكون على 8 ميجا بتدي التجربة دي ولكن بتدي تجربة كويسة. بتدعم الHDR والكاميرا هنا بتصور 1080 60 فريم. أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فأنت عندك هنا 3 كاميرات وعندك كمان فلاش اللي هي الكاميرا الرابعة يعتبر فلاش. عندك هنا الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل، فتح عدسة f1.8، بتدعم مستشعر اسمه لايت فيجن 400 مع عدستين بيوصلوا 2 ميجا بكسل بفتح عدسة f2.4. الكاميرا الخلفية فيها فلاش ليد زي ما أنا ما قلت لك، ولكن طبعًا أنا عندي حبة تحفظات على الكاميرا. هي الكاميرا أنا قلت لك إن هي جميلة جدًا لأن هي الكاميرا الأساسية بتطلع لك صور وكواليتي حلوة، ولكن ده طبعًا ما يمنعش إن أنت في حاجات مفتقدها كتير زي اللي أنت ما عندكش هنا كاميرا الترا وايد، وطبعًا أنت برضه هنا في كاميرا برضه حتى في السيلفي ما عندكش الالترا وايد بتاع الكاميرا السيلفي، أنت عندك هنا الكاميرا العادية الوايد العادية. فطبعًا الكاميرا الالترا وايد لو كانت موجودة كانت هتفرق كتير بالنسبة لي، ولكن الكاميرا الأساسية لغاية دلوقتي يعتبر ممتازة مع العدستين التانيين اللي هم بيساعدوهم في التصوير وفي كمان في البورتريه، فهي بتديك تفاصيل ممتازة جدًا ومحترمة جدًا. أنا بس كل مشكلتي في الكاميرا دي إن أنت ما عندكش كاميرا الترا وايد زيادة، وهنا بتقدر تصور لك تصوير 2K 30 فريم. طبعًا الكاميرا الأساسية تدعم هنا المثبت البصري الOIS. الموبايل هنا كمان السماعات الخارجية بتاعته هي ستيريو سبيكر بتدعم الدولبي اتموس، والسماعة هنا الصراحة صوتها قوي جدًا ونقي. وطبعًا كالعادة معظم كل الموبايلات أصلًا ما بيدعمش مدخل سماعات 3.5 مللي ده أكيد. تعالَ بقى نتكلم عن العيوب كده نحطها في الآخر كده كلوكشة مع بعضها. إن الموبايل هنا أول حاجة بتاعته إن هو ما بيدعمش الشحن اللاسلكي، وزي ما أنا قلت لك إن ما فيش هنا كاميرا تيليفوتو، والموبايلات في الفئة بتاعته فيها منها شحن لاسلكي حتى لو هو برضه بيبقى سرعته بسيطة ولكن بتبقى موجودة. ومدخل سماعات 3.5 مللي هو بالنسبة لي هيفضل عيب لغاية ما يحطوه تاني. أتمنى إن هم يحطوه حتى في الموبايلات الفلاج شيب، ده حاجة أنا بالنسبة لي لا غنى عنها. وطبعًا الكاميرا هنا ما بتصورش غير ال2K بس، هو في حاجات تانية أعلى منه أو في نفس المستوى بتاعه بتصور 4K ولكن هو آخره 2K. وكمان هنا أنت ما عندكش كاميرا تيليفوتو زي ما أنا ما قلت لك. دي ممكن تكون عيب وممكن لأ، على حسب أنت هتاخد أنهي مساحة من الموبايل. لو أنت هتاخد ال128 فطبعًا دي هتبقى بالنسبة لك عيب شوية، إن أنت عندك هنا ما فيش حاجة اسمها memory card خارجي تحطه في الموبايل، لأ أنت عندك هنا هي الذاكرة الداخلية بس. ولكن أنت لو هتاخد ال256 فأعتقد إن دي مش هتبقى مشكلة بالنسبة لك. وأخيرًا سعر الموبايل اللي فعلًا هو غريب جدًا من نوعه. لو أنت هتاخد النسخة الأقل فأنت عندك هنا النسخة بتوصل لغاية 9419 جنيه أو ال9500 جنيه، فطبعًا دي حاجة قوية جدًا إن أنت تلاقي موبايل بالإمكانيات دي في السعر ده. وده السعر يعتبر أقل نسخة تقريبًا لغاية يعني أنا مش متأكد بالضبط بس ده أكيد السعر ده بتاعه أكيد لأقل نسخة، أكيد الأعلى منه ممكن توصل لغاية ال11. فاكتب لي تحت في الكومنتات أنت إيه رأيك أصلًا في الموبايل ده، هل فعلًا هو ينفع إن هو يكون موبايل محترم أو ده الموبايل أقوى موبايل في الفئة بتاعته والّا لأ؟ اكتب لي تحت في الكومنتات وقُل لي الموضوع ده. وزي ما أنا قُلت لك إن سعر النسخة الأكبر ممكن توصل معاك لغاية ال13، هو بيلعب في الرينج ده، بس طبعًا اللي أنا باكلمك فيه ده أنا باحاول إن أنا أوصّلك على أعلى الرينجات اللي ممكن يوصل لها، لإن لغاية دلوقتي اللي إحنا بنتكلم عليه ده هو النسخة الصينية مش النسخة الجلوبال. فالنسخة الصينية هتلاقيها تلعب في الرينجات اللي هي ال10 ال11 ال13، فممكن يوصل أكتر من كده أو ممكن يقل الله أعلم. فطبعًا أنا باكلمك في الأسعار اللي ممكن إن أنت تتوقعها، ما تجيبش تاخد مني السعر إن هو ده السعر الرسمي، لإن ده لسه مش النسخة الجلوبال. فدي طبعًا نقطة أنا أحب إن أنا أقولها لك. وبس كده، اكتب لي تحت في الكومنتات أنت إيه رأيك في الموبايل ده لمّا نيجي ينزل في النسخة الجلوبال، هل فعلًا ده بيقدم قيمة مقابل سعر والّا لأ؟ اكتب لي تحت في الكومنتات، واستنوا فيديوهات تانية كتير إن شاء الله. كان معاكم عمر هاني، في أمان الله.